السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقدم لكم معلومة لله كده يا جماعة. الصاج بتاع الفانوس ده مش شغال، تمام؟ مش شغال، يعني عطينا بنركب الفيشة بتاعته. بنركب الفيشة بتاعته هو كده الواجب انه شغال، مش عاطينه إضاءة. فتحذر حاجة هقول لك عليها دلوقتي. ممكن الجهاز ده يبقى فاصل معاك لو انت خلعت الفيشة وعيل صغير عندك ولا حد من البيت عمل شورت جوه كده بصباعه ولا حاجه. بص هتلاقي، عايزك تركز معايا على الشعله اللي هتيجي دي، الضربه اللي جايه دي. جبتها؟ ففي شحن هنا. هنعيد المعلومه تاني. الجهاز يا جماعه مش شغال، بس لو ركبنا الفيشه بتاعته كده هو كده شغال. صاحبه بيقول انه مش شغال، لكن هو شغال وخد الشحنه بتاعت المكثفات اللي جواه. هنعرف المعلومه دي ازاي؟ هنخلع الفيشه، واخد بالك من الصعقه جوه اهي. يعني الجهاز وهو مش شغال بيشحن طاقه كهرباء، وهو اسمه صاعق. يعني اي كهرباء في اللحظه دي بيقولوا عليه بايظ، لكن هو مش بايظ. اللمبات هي اللي محروقه، اللمبات دي هي اللي محروقه هتتغير. فانت لما تخلع دي احذر انك انت تفكه وهو من غير ما تفرغ الشحنه بتاعته. بص الشحنه بتاعته، فده صاعق يعني ممكن يموت صاحبه. وشكرا.